هل خليل إبراهيم عميل سري للدولة أم أنه فقط شخص عادي يشتغل من تلقاء نفسه بهدف الانتقام؟ وإن كان عميلا فلماذا لا يعرف النائب عن ذلك؟ وإن كان عميلا هل اقترب دخوله للعمل بشكل رسمي في الدرك مع القائد أوغوز؟ خاصة بعد أن أصبح يلماز مارتان متأكد من أن خليل إبراهيم عميل للدولة وليس بالشخص العادي. هذه الأسئلة وأكثر نجيب عليها في مقطعنا هذا، إضافة إلى خبر حصري عن بطل المسلسل. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناة ليل، قناة توفر لكم مقاطع يومية لمشاركتكم بكل جديد يخص المسلسل من إعلانات، تحليلات، توقعات وكل ما يحدث في الكواليس. فلا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أول بأول. والآن هيا لنفك شراعنا وكالعادة لنصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. الخبر الذي قلنا في البداية هو أن الممثل دينيس جان أكتاش الذي يمثل دور خليل إبراهيم في المسلسل ظهر هذا الصباح في الحرم المكي وهو يؤدي مناسك الحج، بحيث اختار قضاء عطلة رأس السنة بشكل روحاني. فحقا هي خطة جميلة جدا لبداية السنة الجديدة، فهنيئا له بذلك. والآن لنعد لتحليلاتنا. فبخصوص خليل إبراهيم فواضح أنه عميل عند الدولة، عميل سري كلف بمهمة سرية. فقبل أن تقتل حبيبته ياسمين في الحلقة الأولى كانت الخطة هي الزواج بها لأخذها لإسطنبول، ثم يعود لإتمام مهمته. وغرضه من أخذها لإسطنبول هو إبعادها كونها نقطة ضعفه، لكن بعد أن قتلوها فلم يعد هناك سبب لتأجيل المهمة. فدخل خليل إبراهيم في صراع مباشر مع عائلة ليتو، وبذلك تسارعت الأحداث إلى أن وصلنا إلى هنا. الواضح أيضا من خلال التدريبات التي قام بها خليل إبراهيم وأوغوز في عسكريتهم أنهم ضمن جهاز حساس، ومهمتهم كبيرة لدرجة أن تكون سرية حتى على النائب، فهو الآخر لا يعرف إلى الآن حقيقة خليل إبراهيم وأنه تابع للدولة، وأن أوغوز شريك له في كل ما يقوم به من خطط وهجومات. أما عن يلماز مارتان فرغم أنه متأكد من أن خليل إبراهيم رجل دولة، إلا أنه لا يملك الدليل على ذلك، ولا أحد له دليل على ذلك. ولهذا السبب فخليل إبراهيم لن يبين حاليا أنه عميل للدولة، سيصمت ليضمن بقاءه وسط المجرمين والتغلغل داخلهم ليصل لأكبر عدد من المعلومات والأدلة، وليفضح الشبكة المتواجدة خلف يلماز مارتان. مشاهدينا الكرام، ما رأيكم في هذا التحليل؟ لا تنسوا مشاركتنا بتحليلاتكم وتوقعاتكم في التعليقات. والآن وصلنا إلى نهاية الحلقة، إلى اللقاء.